مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج شباب دي زاد. عادة برنامجنا احنا نتنقلوا مواهبنا، ولكن مواهبنا اليوم شرفونا لاستوديو قناة الأجواء. هم فرقة محافظين على الكلام النظيف والفن الأصيل، هي فرقة نجوم الجزائر. مرحبا بك وليد سالي. مرحبا بك الأخت دلال، معك وليد سالي قائد فرقة نجوم الجزائر اللي هي متخصصة بالضبط في الأغاني النظيفة والحفاظ على التقاليد الجزائرية والتقاليد العربية بصفة عامة. معنا أنيس بعزيز. السلام عليكم. أنا عماد. وعليكم السلام. معكم بعزيز أنيس، ميوزيسيان اي سوليست اون ميم طون، ورانا نمثلوا تسمى في التراث الجزائري، وحنا تسمى المهمة تاعنا هي الحفاظ على التراث. تري بيان تري بيان، هذا هو لوبجيكتيف تاعنا. لوبجيكتيف تري السلام بيان. عليكم. معنا ميكاشمي سيف الدين لو باركسيونيست. وي مرحبا بك. وبيك انت زاده. بون معك ميكاشمي سيف الدين، نعاود نشرفوا روحنا من جديد. دراب كي تاع الفرقه كما قال الاخ انيس، حنا رانا نحافظوا على التراث تاعنا التقاليد، ونسيو نديروا لو ماكسيموم كيفاش ما نبقاو توجور نضاف في لي بارول. سي تو سي سا لازم. معنا كمال كناني. معكم كمال كناني، مغني بفرقة نجوم الجزائر. فرقة نجوم الجزائر مختص بغناء لي جروب، تمثل سوسيال، il veut dire social. انت تاع ستاد. ممثل غناء كرة القدم. تري بيان. بصح كمال عاقل. وليد، بما انك انت ليدر تاع فرقه نجوم الجزائر، اعطينا احكي لنا كيفاش تاسست هاد الفرقه، اعطينا نبدا باش الناس تعرف. هي الفرقه هذه الاصل تاعها هي كان عندي استاذ الله يخليها، استاذ كان يقريني، كان يحب لا ميوزيك، كنا في 10 نقراو عنده، قالنا يا ولادي نتمنى تتكون فرقه اسمها نجوم الجزائر. بعد أن توقفت من الموسيقى، اخترت المجال الدراسي، لأن الوالدين يخيروني بين المجال الدراسي والموسيقى. اخترت المجال الدراسي وكملت فيه. لاني 2014 تلاقيت بفتاة كانت معايا في ذاك ليكول، ومام طون هي تعرف لا ميوزيك، وقعت معايا لا ميوزيك، اقترحت عليا نشكلوا فرقة، وهذا الاقتراح خذيت معايا صديق آخر كان اسمه عماد. أسسنا الفرقة واسمها نجوم الجزائر، بديتها أنا ووفاء ومعايا عماد. بعدها لظروف خاصة انسحبت وفاء ونسحب عماد، بعد غنينا اول اغنيه على الفريق المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كاس افريقيا. بعدها واصلت المشوار واحدا، لقيت عثرات سقطات متتاليه، ولكن ما خلاوك وحدك. خلاوني وحدي، ما قدرتش نرجع للور. لازم تلقى لي زوبستاكل. الصعوبات هي اللي تخليك مام الصعوبات لو كان ما يكونش تما ما تكونش الحاجه حلوه، تما حاجه كي تجيب ساهل ما عندها حتى ما عندها حتى طعم. سي فري. وعلاش نجوم الجزائر؟ اسكو هاد لو جروب فيه لي ستار ولا مواهب؟ وان شاء الله لا حتكون احنا واش رانا حابين، احنا هذه الفرقه هي بالضبط هي فرقه متخصصه لاي انسان عنده موهبه غناء، عنده موهبه متعلقه بالموسيقى، بالفن الاصيل النظيف، عنده كما نقول يعرف روحه بلي يقدر يدير عفسه، يقدر يدير حاجه اللي لاجوت كالكو شوز سورتو في لو جروب ولا في الفن اون جينيرال. دونك حنا باغ اكزومبل في لو جروب هذا كاين بليزيور تيب ميوزيكال، زعما باغ اكزومبل زعما كاين شعبي، كاين كيما هذا كل واحد يعطي كيما يقول لك الفن تاعو الابداع تاعو. كيما باغ اكزومبل انا زعما انا باسكو درت اندلس وكذا منها، انا عرفت تسمى لي مود الاستخبارات كيفاش سيكا سيح لي وكذا، ونجي عند خويا منها باغ اكزومبل يعطيني تاع لو ستيل اورينتال تاعهم، فهمتي كيفاش؟ تسمى يعطيني البياتي وكذا والعفايس، تسمى المقامات ان بليس بور متخصص في المقامات، خاصة لحد الآن نقرا عند أستاذ وهو أستاذ جمال غازو، لو يقري في المقامات يعني بدا لي بالعقل، وراني معاه الحمد لله يا ربي. لقيت روحي قلت لك ما كان في 2014 نهاية 2014 بقيت نخرج أغنية داخل الاستوديو تسجيلات. 2015 قررت أني نعاود نأسس هذه الفرقة بصفة جديدة وبطريقة، لكن عدم الرجوع إلى الخلف، ما نسمح حتى في شيء ولا. الحمد لله لحد الآن رانا في 14 شخص داخل الفرقة هذه. كي نقول 14 شخص لازم تكون فولونتي، لازم تكون يد وحدة، فولونتي في كلش. والشيء اللي زاد دعمني أني تلاقيت بفتاة
جات من تونس، اللي هي وداد الكاتبه منشطه في تونس وكاتبه تلاقيت بها هنا في الجزائر، واللي هي كما نقولوا زاد دعمتني بصفه كبيره. بعدها بديت نتلاقى بيدين بزاف ناس عاونوني، اللي يدير مع اللي يحوس غير يقول لي واش والد رانا معاك رانا معاك، هذا الكلام كشغل ولا باسكو لازم لك دعم ولازم لك انكوراجمون، لازم سورتو يكون انسان عنده ديجا اكسبيريونس في هذا المجال. ما الاختيس كيما نقولوا حنايا تسمى انسان رهيف، فهمتي كيفاش؟ تسمى كان ما تطبعوش نتايا شغل توجور يقول لك لا انا ما لازم تلقى توجور لازم تلقى توجور واحد اللي يبوسيك للقدام يقول لك فازي، فهمتي كيما لاكليك انيس كيما لاكليك اكزاكتومون صح لازم توجور هذاك بيان سور سينو تبقى الدور في سيركوي فرمي. المقامات تعطينا حاجه، سمعنا حاجه. المقامات نعطيك انشوده عن الحجاب، يعني هي من انشاء الأستاذ قدور التونسي، يعني اللي غناها في قناة حنيبال، اللي هي أنشودة على الحجاب اللي كما نقول قامت بحاجة كبيرة رغم أنه ما أداهاش داخل الاستوديو. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. شكرا يعني شكرا هذه وليد. الأنشودة يعني كما نقولوا عندها هدف نبيل اللي هو الحجاب. سي فري ديجا عندها ميساج لي بارول نضاف بزاف. هذا واش انا نقولوا لازم تحافظوا على الفن الاصيل وعلى الكلمه النقيه سي سور. حتى اذا توجر مع الفوبا. حتى اذا رجعت للسؤال تاعك يعني المقامات، نعطيك المقام تاع الكرد، يعني الانسان اللي يغني انسان حزين. هو اغلبيه الفنانين تاع الوقت حاضر هذا نحبوا بزاف فنانين هم يغنوا في المقام الكرد اللي هو بزاف. حتى في المشارق يقول لك هو تابع المقام البياتي، يعني الانسان الحزين اللي كما نقولوا مطعون في ظهره بالغدر او الخيانه او باي حاجه ولا بعيد على وطنه يحكي عليه، ينقلب الى النهاوند او ينقلب يبقى في البياتي. هذا يكون تبقى الاغنيه هي قصه سردوها، قصه انت عشتها ولا سي فري. لازم تكون صادق ويكون احساسها جميل ثاني. لازم كمال. بما انك انت ثاني مغني، انت شويه بعيد على لو ستيل تاع والد، كيفاش وقتاش يعني حسيت، يعني سؤال للجميع، كيفاش حسيت وقتاش الميولات تاعك للفن، وقتاش بدات الميولات؟ انا بسبب والد، انا هو والد تسمى كامل شجعكم كامل لكم كيف حال هذا يسمع صوتي وكامل. قال لي لا تدخل معايا في الجروب وكامل. قلت له انا مع دوك. تري بيان مون كوراج. وانت سيف الدين؟ بون انا بكري شاد دربوكا، نخدم ديجا اليوغ على الجروب تاع وليد. وليد جاليا بروبوزالي قال لي فوالا حسن الى تدخل معايا في الجروب. ديجا راني خادم معاه فيديو من قبل استوديو اغنيه بشرة خير تاع مصر. بشرة خير جاسي صافا، جابت دي كومونتير شابين. كي تكون ناجحه سي سا هي الريزولتا. خاصه الهدف تاعنا انه احنا كجزائريين غنينا لمصر بشرة خير اللي هي هديه لمصر. يعني كي غنينا احنا كجزائريين لمصر كان عندها صيت وذيع صيت كما نقولوا. كي يقول لك انسان ناس جزائري يغني باللغه المصريه وباللغه المصريه ماشي كما نقول الجزائريين اللي احنا نردوا عليهم. الحمد لله وصلنا والحمد لله بزاف ناس دعمونا من مصر. الحمد لله الحمد لله. هيا سمعونا حاجه تاع لو جروب. فوالا سي اون ريبريز تاع بلادي الجزائر الشباب.
قدرت عنه، والفك كيف سهل فراقك ما قدرت عنه. والف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه. برافو. وما احلى هالكلمات كي تكون الجزائر بيان سور، بلادنا اللي نحبوها بالبزاف سي سور. قلت لي وقتاش كانت الانطلاقه الحقيقيه لفرقه نجوم الجزائر؟ فرقه نجوم الجزائر يعني الانطلاقه كانت في بدايه 2015 مع اغاني المنتخب الوطني دائما الجزائري. بعدها خذيت مسار اني كما نقولوا ناخذ الكلمات النظيفه النقيه، خاصه اغنيه اسف حبيبتي اللي كتبتها لي وداد التونسيه. بعدها اسئله البحريه يعني انضم لنا واحد كاتب اللي هو اسئله البحريه اللي مثل مسان ويسمى ياسين، كتب لي اغنيه يعني كذلك عن الحب، كانت في دائما في مجال الحب، واللي كما نقول سميناها حرام عليك، اللي كيما طلقنا لها فيديو كليب. يعني الحمد لله كي درنا لها حرام عليك هذه الاغنيه سجلناها وطلقناها كامل، دخلت الموقع انغامي، منها الموقع انغامي خذ الاغاني تاعنا. راك جيب لنا شويه منها يا خويا، اعطينا شويه. حرام عليك سمعنا حرام عليك. علي فازي راه ما تقدرش ترافقوا انت بلا جيتار؟ ما تخليهاش ما تخليهاش انا ما باغي نخدموا معليش انا كابيلا هيا عطينا مقطع صغير برك. يا روحي يا حياتي فناك برود وليد صالح عبد الرحمن تويتي جروب لي ستار داجي. يا روحي يا حياتي يا عمري يا حبيبتي عليك انتي واشي صبرني انتي حياتي ومم العين فيك انتي واشي نسيني وكيفاش ننسى الزين. حسي بيا وفهميني الشي هذا عذبني منك واحد ما يديني حبي الاول والاخير معاك انتي نبني داري وانتي هي لافونير. منك واحد ما يديني حبي الاول والاخير معاك انتي نبني داري وانتي هي لافونير. يا روحي يا حياتي يا عمري يا حبيبتي بلا بيك انتي راني نعاند حطم قلبي وفؤادي. ربي عالم بعذابي راني مبات سهران الليالي شافوني نبغيك حسدوني داوك عليا وبعدون. قولي لهم اسمح فيا توجوني خمم فيا ما قريب بعيد عليا هو حبي وعيني. قولي لهم اسمح فيا توجوني خمم فيا ما قريب بعيد عليا هو حبي وعيني. حرام
يعطيك الصحة. وليد وصلني بها على بالك. لو كان صدقني سير قال لك حرام عليك لو كان ما عطيتناش هذا المقطع ما سمعناش. درتوا لي كافر كاينه ولا ما كايناش تي باغيه واحد علاش هاد لي شونسون بالذات؟ بالضبط نحكيك على اغنيه كاينه وما كايناش اللي مزجتها مع اغنيه انت باغيه واحد. هذه كان فكره صديقي وانتم كنتوا معاه في لي نو في هاد ما كانش معايا في اغاني فقط، لان هذه تاع كاينه وما كايناش يعني كنت دخلت قبل ما ندخل الاستوديو كامل كنت مديسيدي ندير اغنيه تاع حرام عليك. اتصل بي صديقي مغربي اللي هو كما نقولوا من مدينه طنجه المغربيه، يعني اتصل بي وحكينا انا وياه مليح. قال لي وليد نقترح عليك اقتراح، يعني انت كفنان وتعرف شويه المغاربه وتعرف شويه المغربيه، تغني لنا اغنيه تاع كاينه ولا ما كايناش وتدخل معها كلمات انت باغيه واحد. يعني كما نقول الفكره جات في راسي بقيت نتردد. اسكو النجاح هاد سورتو الفنان سعد المجرد، اسكو هاد النجاح تاعو خلاك دافع بما انك انت قريت مقامات كاين دوطخ شونسون من تراث من علاش ديريكت فوالا ديريكتومون صراحه سعد المجرد بالنسبه لي جزائري، بالنسبه لي لانه الاغاني تاع لو كانوا انت باغيه واحد يعني الاصل تاعها جزائري. نحبوا ننكروا هذه معروفه من زمان. انتم مخاوتنا على كل حال. بيان سور دوك يزعف عليك سيفتينا. يعني كما نقولوا النجاح تاع انت باغيه تاع كلمه تاع اغنيه انت باغيه واحد يعني وسبيسيالمون المغاربه بعد اللي صار ديك الفتنه تاع المغاربه تاع بكري ما كاجينا عاودنا درنا علاقات مع علاقه تاع مباراه سطيف الرجاء اللي صارت فيها بعض يعني هذوك مشاكل يكونوا جانبيه يعني يديروهم ناس لا علاقه لهم بالكره القدم. حنا شعب نعرفوا بعضنا هذاك هو الشيء. حوست نوصل الفكره فقط بين الجزائريين والمغاربه كلنا مغاربه، كلنا المغرب العربي، كلنا الجزائر المغرب تونس ليبيا اي موقع بما نحن كل مغاربه. وسعد المجرد هو انسان بالنسبه لي هو عاود اغاني عقيل الشاب عقيل الله يرحمه رحمه الله اللي هو اكبر فنان. يعني كما نقولوا هو عاد الاغاني وحنا نعاودوا اغاني هي نفسها الموسيقى كلمات نظيفه. كصوت عندي ما شاء الله يعجبني بزاف سواء كصوت ولا كفنان راك تهدر على كفنان ديجا هو ولد عائله فنيه سي فري باباه فنان اكتور ويماه شانتوز نورمالمون هكا ارتيست سي فري. وفي فتره وجيزه قدر يدير كيما يملك قلوب كامل المغرب العربي صح. سي فري كل واحد لو ستيل تاعو مي لو ستيل تاعو تلقى فيه خليجي تلقى فيه باغيه دات الاوسكار على الاغنيه تاع سي لافي سي فري طيحتها لي زوسكار يا مهينه تري بيان. حنا نتمناو له النجاح بيان سور. واش رايكم في البرامج دوكا تاع الهواة تاع رباعي دور ستار اكاديمي؟ بالنسبه لي نحكي بالنسبه لي كقائد الفرقه وكانسان قارئ الموسيقى بمعنى شوفي البرامج تاع المواهب نستثني منهم ستار اكاديمي مع كل احتراماتي لكل المقيمين على ستار اكاديمي هذه ما نستثنيها. انا انت ماكش تشوفها برنامج ماشي مقياس يعني البرنامج ماشي مقياس لان حتى العلاقات اللي داخل البرنامج وحتى كما حنا نقول الفنانين اللي واقفين على البرنامج ما يقدرش يوصلوا ارب ايدول او ذا فويس او ذا اكس فاكتور. كان عندهم بالك اهداف اخرى من غير الأصوات لأنه ستار أكاديمي ما كانش فيها دي فوا اكستراوردينير كيما ستار أكاديمي هي البرنامج الأول اللي كان قبل البرنامج الأول صح سي فري صح. أنا نشوفه يعني على المقاييس شروط يعني تاع برنامج يمد ديجا اون شانس وكيفاش قيمتوا المشاركات يعني الجزائرية كيفاش قيمتها؟ بون ما شاء الله كيما يوغارتا شرفنا الله يبارك تاع ذا فويس لا ناحية زروق ثاني في ذا فايف هذوك زوج تيريين ثاني سعيد بي ام بي هذاك تري بيان. هذا تسمى سا سو فوا باللي عندكم امل كاين مواهب وبالنسبه لي يعطيكم دافع ثاني. اضافه فقط بالنسبه للفرقه تاعنا اللي منضم ليها سويله بالشهب اللي مرشحه للدخول يعني مازال ما تصلوش ما كاينش سويله بالشهب حياتها صعب بالطبع هي صديقه غاليه بالنسبه لي وهي وقفت معايا بزاف والحمد لله رانا نوجدوا ان شاء الله باش نخدموا مع بعضنا. ومعنا ذاك عبد الرحمن تويتي متخرج من حوا شباب واصل نصف نهائي هو من عين صالح نحييه بالمناسبه هو مريض يعني ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله. معنا عصام عندنا مكلفين بالاعلام عندنا عده اعضاء في الفرقه والحمد لله كاين من يشوف الفرقه ونشوفها كيفاش وصلت ونقول بالنسبه لي انا الهدف تاعي وصلته
بلا الاسم بلا الفرقه يعني وصلت ما بيت كاين هادو الناس هم يحوسوا عليها وتشوف معك سويله باللي شاب تشوف معك ناس كيما عبد الرحمن سي فري حاجه بزاف كبيره لينا سي فري صحيح يعني ما يبقى الاسم ماشي هو كلش لازم انسان يقدم يخدم ويبقى يخدم سي فري ماشي انسان يلحق يدير اسم ما بنادم كي يلحق ويقول وصلت يعاود يحبط سي فري سي فهمتيني فري واش لازم بديت توجور نقول؟ نتعلموا هذه الانسان هذه يبقى عنده هذه تواضع مالغري طلع معناتها توجور لازم التواضع هو كل تواضع. سي فري. تقول لي الاستاذ جمال غازو اللي هو لحد الان مدير المعهد يعني تاع الموسيقى قال لي واحد الكلمات ما ننساهمش مدى الحياه. قال لي انا دوك حتى اني وصل لمقام عالي يعني وانسان يخدم في الفليت يخدم في المآلات الفليت ويخدم بزاف في آلات يعني قال لي دوك كي بديت نشوف روحي بلي انا ما نعرف حتى شيء. ما بيت هو الانسان اللي راه متمكن وراه مدير معهد واستاذ كبير في الموسيقى ودكتور ما يتمكن حتى يقول بلي انا ما نعرف والو. انا بالنسبه لي هو شنو نقطه في وسط صحيح ومام يكون استاذ ناس يقدر تواضع. يتعلم من عندك من عند سيف الدين من عند كمال من عند انيس سي فري وكامل نتعلموا نروحوا شويه لكمال هضرنا شويه على الاغنيه الشبابيه دوكا تاع الرياضيه تاع الملاعب كيفاش يعني كي غنيت لا بروميير شونسون كيفاش كان التفاعل تاعهم اسكو سمعتها في الاستاد يردوها لا انا اسكو ما غنيتش مازال ديما هذا وين تخبر تسمى دوكا راني في طريق نحضروا ان شاء الله نحضرها. ان شاء الله تسمى ما كي يبداو ليكيب ناسيونال ان شاء الله انت تسمى مع ليكيب ناسيونال ناسيون الرياضه يعني تخصص ما خاطش الفرقه نجوم الجزائر ماذا بيا ما خليها نتخصص حتى النادي يعني تكون فرقه تكون المنتخب الوطني الجزائري اذا خصص ديجا نجوم الجزائر تكون عادي اذا خصنا لاجيري النادي كامل ما نحصل مشاكل ان شاء الله يا ربي نزيدو نسمعوا حاجه معليش هيا تفضلوا يعني اغنيه شعبيه الغناء الشعبي يعني ابدا انت ديجا بالشعب. بديتو بالغناء الشعبي انت ثاني انيس انا عندك شغل أنا انت ديجا الاندلس صافي بيان لونطون شغل راني مع اون اسوسياسيون اللي اسمها الغوتيه نحييهم بيان سور معروفه ايوا باش نحييهم ما يزعفوش علينا واحد بواحد كذا ما تسمى هما اللي بديت معاهم تسمى باش وليت نقدر نقول زعما راني في الار سينو هكذاك وحدك اسونسيال نحييهم وخلاص بيان سور ان شاء الله تلاقاو بهم كاش نهار ان شاء الله يا ربي هيا تفضل أنا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه انضات حواله كلها حتى للنهاية فبقي في البال غير راحة باب هواني كل شي ما كان قاطع قصات وغير حكاية أطفال شموع وطاحلين ونسيان عليه الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه قضيت على أهل الخدع والرشوة وجنايا بيعين القهد ويضحكوا على اللي يشري إذا حقك كان باين يستاكي المرايا الشاطر بشطارته ويغم ويغطي يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية فعل الخلة من يسوون ولا من يشري الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه تخي بيان انا عجبتني دربوكا سيف الدين يعني عطيني حاجه نتمنى باك يدير لنا حاجه شابه هيا عطيني تونسيه حاجه يعني مثلاً. فوالا عطيني اميد لي هكا الا قدرت اوكي واش نعطيكم واش من جهه الطايفي مرواني عطينا شويه كامل شويه نتمنى نسمعوا صوتك انت الاخ دلال قالوا عندك صوتك من جهه الله آه، يا سلام بعد ان شاء الله ماشي مشكل كاع هيا تفضل هي كاع معايا حسن أنا نسيت.
برافو يعطيك الصحة. بديتنا تسمى للشرق للغرب. عطيتنا شوية. برافو يعطيك الصحة. بما انكم شجعتوا قلنا الاغنيه الهادفه والفن الاصيل، واش رايكم في الاغنيه الجزائريه اللي دوك ولا في العربيه في الفيديو كليب؟ فور اكزومبل كيف زعما الاغنيه الجزائريه راكي شغل رحتي لنا لواحد الموت شغل ما بديتيش لا واش رايكم يعني دوكا، واش رايكم في الاغنيه الجزائريه تاع دوكا؟ اذا تكلمت بصفه خاصه بالضبط على المغاربه بالنسبه دائما نولي لهم، لاخاطش لحد الان هما صنعوا طريق. احنا بديناها بالشاب خالد والشاب مامي والشاب حسن الله يرحمه، بدينا صح اغنيه الراي النظيف والكلمات النظيفه. نهضروا على بلادنا الحمد لله. فوالا اكزاكتومون، انا نهضر على الاغنيه الجزائريه. نعم انا جيتك بالعكس. وما ديك بعدها ظهر الشاب عاقل رحمه الله اللي هو دار اكبر نجاح واكبر نجاحات بعد هذا الجابوني والرفاق. الحمد لله عندنا من جانب الفن عندنا فنانين. بالمناسبه كما نقولوا انت لما تشوفي عرب ايضا يستدعي الشاب خالد على اغنيه سيرافي، يستدعي على اغاني كثيره، وتصيب كما نقولوا فنانه كيما نانسي وكاظم حافظين اغنيه تاع عائشه، حاجه بالنسبه لنا حاجه نفتخروا بها. بصح حنا ما نبقاوش غير بصح حفظوا يعني حفظوا، بصح عندنا دي جون، عندنا دوكا ماذا بينا نشوفوا لي جون دوكا ولا غير عندنا بزاف. اكزاكتومون. انا حابه تقيموني جون. انتوما كدي جون واش رايكم في الاغنيه الجزائريه اللي دوكا الحاليه؟ اللي دوكا بون فوالا شوف حنا ولا غير عندنا دي جون اللي راهم مخبيين راهم في دارهم وحدهم وصايبين. هذا واش راني حابه نهضر عليه. فوالا عندنا بزاف منهم وشغل ما فهمتش علاش هكذا ما كاش اللي يحوس عليهم، ما كاش انا نقول لك باسكو ريحت استوعبتها بزاف. نقول تفضل. تقدري تقولي البلاصه تاثر في الفنان مجتمع هكا، باسكو عندنا دي جون فنانين لدرجه اللي واحد ما يتصورش وما دايرين والو. سي فري. بوتيتر شنو هو فو بارطاجي لو بليزير. هذا هو الكونسيبت تاع لا ميوزيك. لازم تكون انت تعرف لا ميوزيك، لازم تبارطاجيها، سينو ما درت والو. ولا لا سي فري دوكا حنا شنو كاين بزاف عندنا دي جون هكا وعندهم دي كاباسيتي تما باش يروحوا بعيد، ما شاء الله يحبسوا غير في واحد لو ستيل دوكا اللي راهو يدور. حنا شوف حنا دوك حنا رانا ديجا الجروب تاعنا راه كون ميساج تاع يا ودي لي بارول الكلمات الملاح الكلمات الملاح. حنا ماذا بينا كاع تسمى تريح، تسمى يسمع باباك، تسمع خوك، يسمع فهمتي كيفاش ميم باسكو لا ميوزيك كيما دوكا نشوفوا دو انسترومون سي سوفيزون تقدر، مي لا فوا سي قدني هذه الكلمه تاع بابا ويما يسمعوا خدت اغنيه على الوالدين، يعني قبل ما نخرجها انا قلت لهم لو كان ما تسمعهاش يما وبابا نحشم بها قدام يما وبابا ما خرجهاش. اغنيه تاع الوالدين لازم تخمم هكذا. الحمد لله الاغنيه تاع الوالدين اللي كما نقولوا حتى احمد محرم تاع مصر تكلم لي عليها والصحفي الكبير تكلم لي عليها، بما الحمد لله ذيك كي نشوف دوك لي بارو ونشوف كما نقولوا الناس دايرين بها الحمد لله. مي كي نتكلموا كما نقولوا من الجانب تاع المجتمع راه يحقر، نحبوا ولا نكرهوا المجتمع تاع برا راه فيه شويه الحقر، يظلم ناس على ناس. اذا ما كانش عندك تعرف ناس كما نقولوا واصلين ما تقدرش توصل. دونك بطاقه فنان لما نشوفها عند انسان صراحه غادي نقولها، نشوف بطاقه فنان عند انسان هو بالنسبه لي راه هاوي مازال ما خاش حتى مازال ما قاش الموسيقى. كي نقولوا المقام البياتي الكرد الحجازي نهار ما يعرفش واش معناتها المقام. يا اخي انت كيف عندك بطاقه فنان لازم له تكوين. كيفاش جبت البروبليم مشكله والله كيفاش جبتها علاش تظلم هذوك؟ كيشوف حسين درابكي ما شاء الله، كاين حسن، كاين صديق وياسين معنا فرقه ثاني ترومبيتيس، وعندنا مهدي ما جاش، عندنا مهدي مسكين كامل تحيه نجوم مهدي من الفليت ما قريبش عليه التليفون مهدي عازف الفليت يعني اللي وصل حتى المعهد الموسيقى وحتى المراتب الاولى. كي نشوف هذوك الناس هذاك مهدي كنقول كيفاش تلاقيت به باك تتفاجئ، تلاقيت به يعزف هنا في طريق المترو يعزف، تلاقيت انسان هذا محترف، انسان يعزف في طريق المترو قاعد وحده يعزف. رحت ليه حتى حكيت معه وكمل ديت رقم الهاتف تاعو، اتصلت به بعديك وبديت نسمع فيه، رافين كنت لقيته بلي انسان واصل والحمد لله. ما لقاش لي يسمع، ما لقاش لي يدعمه، ما لقاش لي يطلع. هذا تفضل انس. لا لا ميوزيك هذه ما تحتاج تسمى حتى تكون قارئ ولا باش هذه هوايه بدنا نطوروها برك بالمدرسه. ما كاش منها هذيك وانا نباسي ميساج من هذا الهضره. فوالا ما تقدرش ربي ما عطالكش ما تقدرش انت تكون ميوزيسيان. اكزاكتومون ولا ما عندكش لافون ما تقدرش تكون شونتور. اكزاكتومون فوالا لازم هذه يفهموها. الموهبه وحدها ما دير والو والعمل وحده ما لازم العمل مع لازم يكون متكامل. ما تولي ان ميوزيسيان تولي معروف بصح ما تكونش نيفو امبوسيبل. سي فري لازم تكون دوي. وانت واش تقولنا على دوكا الاغنيه الرياضيه؟ انا نشوفوا سورتو اللي راهي تتردد في الاستاد، دونك حنا نشوفوا مالوغوزمون كلمات انا كلمات ان شاء الله بربي يكونوا قيين
وانت اللي تكتب كمال، انت اللي لا لا تكتب. وليد. وليد اللي يكتب. اغاني رياضيه التخصص تاعي. ان شاء الله يكونوا قينوا وان شاء الله تكون يعجبوك من نسمعهم، وما عنديش هذه تاع الكلام هذا فوالا، وما تكونش الجهويه تاني، ما تكونش سورتو الجهويه عنصريه. العنصريه الجهويه ما نحبوش حنا تسيي لو ماكسيموم كيفاش تغني على الفريق تاعك وتشجعوا في الغنى. فوالا بلا ما تقيس لي كلوب الاخرين، بلا ما تقدر تقيسهم. سي فوالا لازم يكون لي سبورتيف شويه. اخرى راح تزيد شويه من لي زيستوار عايشهم. très bien صح. تنقل بالك القصه تاعك تشبه قصه تاعي، تشبه سيفين. فوالا وهكذا نقدروا قلبي تقيس قلب واحده. سي فري اكزاكتومون. وليد بما انك قائد الفرقه، وشنو هي الشروط اللي انت تقول نعطي المجال كامل المواهب اللي يكون عنده موهبه؟ اسكو عندك شروط لازم تكون في هذاك الموهبه اللي تحب بتاتر تكون مع فرقه نجوم الجزائر؟ اول شرط بالنسبه لي، اول شرط الانسان اللي هو باغي يدخل الفرقه لازم يكون انسان حاب هذه المهنه، حاب هذه الموسيقى. الموسيقى هي حب، اول حاجه هي حب. ماشي تقول لي من حب انا داخل ليها اجل، انا داخل ناس عندي صحابي يقولوا لي صوت شباب تدخل. فوالا ولا سي ولات دوكا عندك ما نقول تجاره ثانيه، تجاره. عندك حب للموسيقى، شغف باش تتعلم، شغف باش ترفد. كيما نقول ما تقولش انا وصلت، مادامك انت مادامك ناس كبار قالوا مازال ما وصلوش لهيك ما توصلش، مستحيل. الموسيقى هو واد كبير مازال يمشي. الشروط تاعنا الحمد لله مازالت لحد الان يدخلوا بزاف وافقوا عليهم، اللي هو لازم ما تكونش منضم تحت لواء فرقه اخرى، راح يضرني هذاك الشيء ويضل الفرقه يعني. هادي سي سيغ يفو شوازير كفرقه. فرقه اساسيه بصح كفرقه اساسيه نعم، كفرقه خارجيه كعقد. عقد ما كعقد يعني تكون منضم الفرقه تاعي كعقد. انا عجبني ما عقد عادي فرقه باسكو لا انا سمعت بلي عندك كان نخدم العراس نخدم تري بيان بصح بوتيتر هو يهدر هو كفرقه اساسيه. كفرقه اساسيه يعني بالعمل تاعنا. خويا وليد اني معاك صاحبي حتى تري بيان. بعيدا عن الفن واش تعملوا في حياتكم كامل؟ يعني اكتب انت اصغر عنصر. لا لا هو الجوشو تاعي فقط. كبير عليك اي سنه هي كمان انا نخدم درابكي. تري بيان بصح على خارج الجروب. لا لا واش دير في حياتك ابار الفن كامل؟ ما نهضرش دوك على لا ميوزيك. نقرا سنة عندي بيام ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك. ما شاء الله الله يبارك. نجيبو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن ربي يوفقك ان شاء الله. وانت سيف الدين بون انا كملت 16 تاعي. تري بيان. محاسب. الله يبارك. يبارك فيك. ابار القرايه نخدم العراس من ذاك. هذا ما كان. هذا ما عندك شي هوايات اخرى؟ عندك وي. انا شفتو في التقليد. انا شفت نقلب بزاف صوالح. نقلب تقليد مسرح كلش. خاصني الجماعه كاع تقلد. تقدرش تعطينا دوكا؟ انا وقت صغير تونسيه بالضبط. ماذا بيا تونسيه تاريخ تونسي يعني في الجنه بالطريق يعني يا بابا. رد بالك خويا وليد يا اخي راك فجعتني وسكرت لي مخي من الحكايات هذوما. ما عاد تكلمني. ليه رد بالك راك قلقتني برشا. ايا فوزيه شنو بقول لك؟ ايا كوم توجور لا بروشين فوا ابل موا كوم توجور. ايا داكور ايا شوف انيس اخوش حبيتاني نقول لك لا بروشين فوا كي تلاقي بك ما ديريش مشاكل. قول لي عاد بكري يعني نتلاقاو بيبي صباح بيبا ولا ايا داكور ايا سي بون. يعطيك الصحه سي الدين يعطيك الصحه. هيا تفضل وليد. انت طالب في كليه الاعلام والاتصال بالاتياف يعني السنه الثانيه، متخرج من جامعه داي ابراهيم تخصص تربيه بدنيه يعني كاستاذ تربوي. نعم ولأن أستاذ كمال هو التلميذ تاعي يعني في السيام في متوسطة زهاجي ببلدية بوينان. ماشي حكر كمال. لا لا أنا حاب التلميذ تاعي زيد له بالضبط زيد له يعني باش ننجح. هذه يقولوا هذه بسيط مع كلاس يعني كما نقولون. وعندي دبلوم جورناليست جايبه من جامعة أمريكية الجزائرية في 2011 والحمد لله عندي دبلوم تاع كوافير نخدم كوافير. كما يقولوا كل ماذا بيا وين نصيب مجال نختار. اكتشفتوا دوكا ولا؟ لا لا كيما حسن او جاي يعرفني. حسن بالنسبه لي وقريب مني دار بالدار. جيران صافي يعني مين نخدم كوافير وكامل. اي تخي بيان. مال كيف له؟
ما حففتش عنده باسكو عنده بزاف من اللي بدا ميم خاوتو واقيلا زوج ولا ثلاثه كاع خاطير الله يبارك الله يبارك. سي بيان كي تكون متعدد المواهب. مراد عبد القادر تري بيان تري بيان. وانيس بون انا كملت هذا العام ليسونس اون فرونسي. الله يبارك. يبارك فيك. ورانا نحوسوا على الخدمه ان شاء الله ان شاء الله. انا نشغلها ليسونس فرونسي ان شاء الله تكون ان انسينيون بوركوا با ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ولا كيتار كيتار الماستر ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. قولوا لي مشاريعكم ان شاء الله. مشاريعكم مع الفرقه في المجال الفني. لا الهدف تاعكم تقدروا نقولوا الهدف فوالا لو بوت. وليد وين يعني اذا تكلمنا على الهدف تاع الفرقه الجماعيه بالنسبه لنا هي كما احنا نقولوا الوصول الى ابعد، الى مشاركه في برامج المواهب كما احنا نقولوا ذا اكس فاكتور او البرامج المواهب كما احنا نقول تاع الجامعات كفرقه وكافراد. كاين افراد كما نقول ثاني كيشاركوا كسهيله بالشحب عبد الرحمن تويتي يشاركوا كذلك في البرامج. ماذا بينا كما نقول الفرقه ماذا بينا نوصلوها لابعد مكان ونوصلوا لابعد تاخذ صيت كبير ونجاحات كبيره ان شاء الله. ماذا بيا هذه الفرقه حتكون بيا بلا بيا ما يهمش شكون اللي كونها ولا شكون اللي جابها، اللي يهم الفرقه برك كما احنا نقول اهم الفرقه يغيب عليها اي انسان يحضر اي شخص متهم. معليش هضر وليد الهدف تاع كل واحد باسكو راكم فرقه دوكا راكم يد وحده ماشي شرط يكون والدك هو اللي يقول يعني هدفكم سي تو في نورمال تكونوا قعدتوا وعندكم هدف قبل ما يجي يعني اي فنان ينضم لفرقه نجوم الجزائر ديجا تكون عندها اهداف ويكون مشاركهم في الهدف تاعها. انا ماذا بيا الحاجه الاولى نديروا حاجه ماناش راح كي تجينا في الجروب جيناش هكا وبرك. ماذا بيا تكون حاجه فوالا تمدوا حاجه وتكون خاصه بكم نتوما. وي نديروا باليش انا حركه راني حاب نبان ان شاء الله تبان. وانت كمان؟ انا ماذا بيا الغناء تاع لي جروب ان شاء الله يبان وكامل وان شاء الله يعجب كل واحد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انيس تضيف حاجه؟ بون انا بالك شو الانتيري تاعي ديجا نريح في لا ميوزيك برك ما نحبش لا ميوزيك مع هاد الجروب ولا مع دي جروب واحد اخرين اسونسيال انا راني في لا ميوزيك وخلاص. هذا هو يوفق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. نهضروا شويه على المسابقه تاع المواهب ولا نعم نعم ما عادش نعم هذه يلا تفضل. خاطش اليوم كي راني جاي يعني اليوم تفاجأت ما نكذبش عليك تفاجأت لخاطر مدير تاع مسابقة الحنجرة الذهبية بالمسيلة سمع صوتي كنت مريض يعني نعم شاركت بالأنشودة تاع الحجاب يعني كنت مريض وما قدرتش في ذاك النهار كنت مريض قلت له ودي راني مريض كامل. سمع صوتي قال لي ويد خلاص ما كاين والو معيش خذ راحتك كيما انت كيما كامل الناس كي يعلنوا نتائج نقولوا لك. حتى اليوم صباحا بعث لي صديقي باللي انا وصلنا للبرنامج تاع مواهب تاع الحنجرة الذهبية يعني متأهل للنهائيات من بين 15 واحد على مستوى القطر الجزائري اختارني. هذا الشيء شرفني جاي المشاركه فقط تشرفني يشرفك ويزيد ثاني دعم للفرقه. الحمد لله شاركنا في هذه المجموعه شاركت في ديجا كيشارك في هذا الشيء الحمد لله. انا نستنى في اتصال تبعهم ان شاء الله واي حاجه ان شاء الله حتكون انت بها العلم الاول يعني اخ دلال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلي هذيك خليهم بعد ان شاء الله نحكوا فيها. جزتمتم الوقت وكنت بزاف تشرفت بكم سي فغي ومن قناه الاجواء تشرفت بكم. قناه الاجواء على استقبال هذا الحمد لله اللي كرمونا بكرم الضيافه يعطيكم الصحه والحمد لله يسلمك. هذا واجبنا ان شاء الله احنا توجور نحبوا وبلا ما نسوى وليد قلت لنا عندها ينبال فكرتني كريم نتمنى نسمعك حتى سامي بعد مول الكواليس يا سامي يقول تعطينا صوتها يعني هذا سامي انا صوتي أبغى تعطينا صوتها. هيا دوكا كلمه اخيره برك كلمة أخيرة للمحبي الفرقة والناس اللي تعرفوهم. نحيي كل واحد ويدعم فينا من بعيد أو من قريب يعني بالمتابعة ليه من بعيد يعني أو من قريب عبر الصفحات نشر الأغاني عن طريق كما احنا نقولوا ولو بكلمة ولو عن طريق كلمة يعني الحمد لله نشكرهم ونقولهم بلي احنا توجور رانا جينا من في جايكم ورانا قاعدين في جايكم وإن شاء الله بربي نوصلوا لبيوتكم ونتفتحوا لنا بيبانكم إن شاء الله على خير ونتمنى إن شاء الله نكون دائما نكونوا عائلة واحدة ونكونوا عائلة أخاء ونشكروا كامل المستمعين. أنيس بون يعطيكم الصحة على الدعوة هذه يعني والله غير كيما يقول لك حسن الاستقبال وكذا منا والماء والقهوة والكليماتيزور
لا لا غير يعطيكم الصحه صافي بليزير هكذا شغل كاين قناه اللي تقدر تستقبل لي جون هكذا وشغل بيان سور باسكو ما كاش دوطخ شان اللي يمدوا ديجا لوكازيون الواحد وهذه شغل هذا نتوما اللي وين حوستوا بدا علينا ماشي زعما حنا اللي تعبنا ولا نتوما اللي حوستوا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه الله ونشكروا كاع الطاقم اللي تلاقينا به الله يعطيكم الله الصحه يسلمك. سي دي بروفيسيونال ميرسي بوكو بون كيما قال زميلي انيس يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه على حسن الاستقبال تاعكم تو كلمه الناس بلي دانسيتو بيان صح لا لا نخليهم يختموا الكلام يعني كامل ما كتولي لك ديكاست الجروب تاعي ثاني ياسين نسيم فوالا بلا ما ننساكم ومروان وان شاء الله زيدوا نتلاقوا ان شاء الله نعم بيان سور ان شاء الله تحياتنا ندوها لكل اهل البليده يعني اللي هما معروفين بكلام بالضيافه والدائره بوينان بصفه خاصه يعني باش ما جبتوناش لي فلور السلام عليكم مدينه الورود يعني مدينه الورود المره الجايه ان شاء الله حتجيكم الضيافه ان شاء الله ان شاء الله. نشكروا كل واحد يعني كما نقولوا نشكروا كل واحد عنده علاقه بالفن. نشكر الفرقه تاعي اعضاء الفرقه من سهيله الى عبد الرحمن تويتي الى اسير امال الفرقه المحاضرين معايا هنايا الى ليديا نينا ودلال كذلك اليوم معنا ان شاء الله نشكرهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. تفضل كامل. انا اش نقول لكم انا ان شاء الله منا من الفوق مع ليكيب ناسيونال وكامل ان شاء الله تاعي يبان وكامل وان شاء الله يعجب كل واحد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء بلا ما الله. ننسى كاين ثلاثه صحابي تسينو يزعفوا عليا نوردين بوغازي دي ميوزيسيان نوردين بوغازي سيد عليك حليش واسلام بايوج نحييهم ونقول لهم معليش ما قلت لكمش ملي ولا بزاف تشوفوا ما حبوش يجوا معليش نحييهم كامل وان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى وان شاء الله كل واحد نعطوا له فرصه هكذا باش يقدروا يتعرفوا عليه وباش الموهبه تاعو تبان. سورتو حنا نحافظوا توجور على الميساج وعلى الكلمه النقيه. لا ميوزيك بون بريسك تتشابه كامل مي حنا الكلمه هي اللي تبقى هي نتمنى ان شاء الله بك تلاقي بالفرقه تاعنا يعني من قريب ان شاء الله نجتمعوا في اجتماع كلي ان شاء الله هكذا نتعرفوا عليهم. يعني الاغنيه عن فلسطين يعني تحت الرعايه الساميه لسعاده السفير حتى نذكروا ونحييوه هو والابو علاء الاستاذ فواز يعني نحييوه نعطوا له اغلى تحيه يعني من القلب والاهل فلسطين كلنا اللي احنا دائما ما ضمن القضيه تاعنا نعطوهم دائما بلينا معاكم ونحضروا اغنيه لفلسطين اغنيه كذلك نحضروا اغاني المنتخب الوطني كالبوم ونحضروا اغنيه خاصه بالفرقه حتكون هي النوع الموسيقي الخاص بالفرقه اللي يكون تعريف كمفاجاه. نعم حيكون كسربريز وكمفاجاه ونوعدكم ان شاء الله حتكون هيك اغنيه سفينه الحب اللي راح تكون حكايه عن شخص مع كما نقولوا عرف واش معناتها الحب وعرف واش معناتها كلمه الحب وغاص فيه وان شاء الله بربي نتلاقاو في اقرب وقت واقرب فرصه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نختموا باغنيه يلا يلي قلبي نعاود بيان سور تحت يلا يلي قلبي محروق والجسم فينا رجع لشباب خيالي الحب قارني ورجع حساس بالدور حوست ولا جبار شي حكيم فتالي تجميع من هو عشيق تجميع من هو عشيق يصغالي بالشوق ياك سكران بالهوا خير من الخمر دوالي سهلي 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 برجوع سهلي برجوع يا مولانا العالي راح الغالي راح ودغراه معانا راح الغالي راح ودغراه معانا خلاني نبكي ومحير ونفكر فين نلقى
كما ترى ودموع عيوني غرارك يا طال جفاك يا طال جفاك سافر خذالي إشارة صرت بجنبو كما ترى ودموع عيوني غرارك يا طال جفاك يا طال جفاك خليهم يفرحوا بفاقو ينحرقوا على النار جفاه خليهم يفرحوا بفراقو ينحرقوا على النار جفاه صوتك ما شاء الله ان شاء الله خليتنا حتى اخر دقيقه باش نسمعوا مسك ما شاء الله فوالا كان مسك الختام. نشكركم بزاف تحيه كبيره للناس البليده ان شاء الله نزوركم المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله بيان سور نجيو باذن الله. وانتم مشاهدينا وصلنا لنهايه البرنامج نتلاقى بكم الاسبوع الجاي الى اللقاء باي. جيت نحكي على بلادي الجيري أرض جدادي توحشتك يا بلادي يلي ديما في بالي يعلم بي يا ربي العالي راني في الغربة وحداني دمعة تجري مع عياني وحزني ما بغى ينساني في جالك راني نعاني حب نرجع لك يا بلادي توحشت ترابك الغالي ونفتخر انا جزائري غربة شعل عيتني وفراقك صعب قتال توحشت أرضك أرض جدادي وأنا ليها في دار نتفكر بمهيدي بنبو العيد وكامل الرجال جابوا الحرية الله الجيري وجابوا لنا الاستقلال ألام بلادي شحال غالي مزين بالنجمة والهلال حبك يمشي في دمي وأنا ليك في دار يلي اديتي عقلي راكي توجور في البال نقولها من قلبي شامي نسمع فيك محال جيت نحكي على بلادي الجيري أرض جدادي توحشتك يا بلادي يلي ديما في بالي جيت نحكي على بلادي أم العين هي حياتي الجيري يا روحي يلي سكنتي في قلبي 140 ولاية من الشرق من عنابة الغرب الوهران من الشمال من العاصمة للجنوب الغرداية كامل خاوة خاوة واحد ما يفرقنا ما كان بيناتنا العداوة ما تغناش خويا الغربة في بلادنا زينة القعدة مع الأحباب تتنحى الغمة في بلاد الرجلة والثورة حنايا ديزاجيريا حنايا ديزاجيريا معروفين بشخصيتنا مفتخرين بهويتنا كاين شي ناس حبوا يشوفونا متبادين كاين شي ناس حبوا يشوفونا متفرقين كاين شي ناس كرهوا يلقونا متحدين محنا خاوة خاوة رجالة جزائريين كاين شي ناس حبوا يشوفونا متبادين كاين شي ناس كرهوا يشوفونا متحدين كاين شي ناس حبوا يشوفونا متفرقين محنا خاوة خاوة رجالة جزائريين على بلادي الجيري أرض جدادي توحشتك يا بلادي يلي ديما في قلبي جيت نحكي على بلادي الجيري أرض جدادي اللي حبها ساكن في قلبي اللي زرها لها سمي واللي الجيري ممو عينيا إذا مرضت هواك دوايا يا خوتي ادعوا معايا الله يحفظ بلادنا الغالية